كم مجدا سطرنا على صفحاته. السلام عليكم. هو بطل من أبطال دولتنا الحبيبة لأنه تشرب حبها وعاش بين حقولها وجبالها. نتحدث عن البطل المناضل والقائد الشهيد إدريس رمضان أيلوس، فهو من مواليد عنسبة بمنطقة جنجرين. ولد في العام 1948. درس بمدرسة براكنتيا الابتدائية، حيث أظهر فيها نبوغا وذكاء مبكرين، ثم انتقل بعدها إلى كرن حيث درس المتوسطة، وتوج هذه الدراسة بالالتحاق إلى جبهات الكفاح حيث عمل مع الشهيد عثمان صالح، ثم التحق بالكلية العسكرية العراقية ليتخرج برتبة ملازم، وسريعا ما لمع نجمه وبرزت مواهبه القيادية، فأصبح مسؤولا عن منطقة الجاش عموما. ويعد القائد الشهيد إدريس رمضان أحد أبطال التحرير، حيث كان له دور ملموس في استقلال بلادنا الحبيبة إريتريا، فقد تمكن من تحرير عدد من المدن مثل جلوج وأم حجر. سطر مع جنوده ملامح البطولة ودروس الوطنية والفداء من أجل الوطن والشعب الإريتري. وبعد أن خبرته المعارك وخبرها، اختاره الله ليستشهد بميدان القتال وساحاته، حيث استشهد في عام 1978 على مشارف مدينة بارنتو، ولم يتجاوز حينها 30 من العمر. نسأل الله له المغفرة والرحمة، وأن يتقبل منه جهاده ودفاعه عن بلادنا الحبيبة. ولحق به ابنه والذي سار على نفس الدرب وقدم نفسه فداء للوطن، فلهما الرحمة والمغفرة. التاريخ كم مجدا سطرنا على صفحات